السلام عليكم. ما هي أسرار أول ليلة من رمضان هذا الشهر المبارك؟ إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، ونادى مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله جل في علاه عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. الحديث رواه أبو هريرة، والمحدث الألباني المصدر صحيح ابن ماجه. خلاصة حكم المحدث للحديث الذي ذكرناه هو حديث صحيح. أنعم الله جل في علاه على عباده بمواسم من الخيرات يحصلون فيها بسبب الأعمال الصالحة القليلة على الثواب الكثير من عند الله سبحانه وتعالى. ومن نعمه سبحانه أيضا أن سخر الله لهم من الأسباب ما يعينهم على أدائها على الوجه الأكمل لها. وفي هذا الحديث يخبر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كانت أول ليلة من رمضان، أي إنه مع بدء شهر رمضان، تحدث هذه العلامات أو هذه الأحداث، وهذه العلامات على دخول هذا الشهر الكريم وهداياه من الله جل في علاه للعباد. فأول هذه الهدايا والعطايا من الله جل في علاه في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: صفدت الشياطين، أي شدت عليهم الأغلال والسلاسل، ومردة الجن، وكذلك تشد الأغلال والسلاسل على مردة الجن، وهم رؤساء الشياطين المتجردون للشر، أي أنهم هم العتاة الشداد من الجن، والحكمة في تغليلهم حتى لا يعملوا بالوساوس للصائمين ويفسدوا عليهم صومهم. وقيل أيضا كثرة الأجر والثواب والمغفرة، بأن يقل إضلال مردة الجن الشياطين للمسلمين، فتصير الشياطين كأنها مسلسلة عن الإغواء والوسوسة. وقيل إن الشياطين إنما تغل عن الذين يعرفون حق الصيام المعظمين له ويقومون به على وجهه الأكمل ويحققون شروطه وأخلاقه وآدابه. أما الذي امتنع عن الطعام والشراب ولم يعرف حق الصيام ولم يأتي بآداب الصيام على الوجه التمام فليس له ذلك، يعني أنه ليس له أن تغل الشياطين عنه، فيكون تصفيدهم عن أشياء دون أشياء ولناس دون ناس. ويحتمل أن يكون المراد أن الشياطين لا يخلصون من افتتان المسلمين إلى ما يخلصون إليه في غير شهر رمضان لاشتغالهم بالصيام الذي فيه قمع الشهوات وبقراءة القرآن والذكر. نستمر بعرض الهدايا من الله جل في علاه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلى الهدية الثانية، وهي: غلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وهذه بشارة عظيمة للمسلمين الصائمين، وهذا كالتأكيد لما سبق من أن غلق أبواب النار هي مزيد لغلق كل مسلك من مسالك الشر، وأن فتح أبواب الجنة هو مزيد لفتح كل مسلك من مسالك الخير. وقيل الفتح والغلق المذكوران هما على الحقيقة إكراما من الله سبحانه وتعالى لعباده في هذا الشهر الكريم. الهدية الثالثة: ونادى مناد، أي من عند الله جل في علاه: يا باغي الخير أقبل، أي إن هذا الشهر يرغب فيه الأعمال الخيرة وخاصة عند أصحابها لما فيه من الأسباب التي تعينه على ذلك، فأقبلوا على الله وعلى طاعته. ويا باغي الشر أقصر، أي أمسك عنه وامتنع، فإنه وقت ترق فيه القلوب للتوبة
الهدية الرابعة: ولله عتقاء من النار، ولله عتقاء كثير من النار، فليحرص كل لبيب على أن يكون من زمرتهم. فليحرص كل إنسان مسلم على أن يكون من قبيلة هؤلاء الذين يعتقهم الله جل في علاه في أول ليلة وفي كل ليلة، وذلك في كل ليلة. ما معناه؟ إن رحمة الله سبحانه وتعالى تكون كبيرة للعباد أن يعتق من النار عبادا له في كل ليلة من ليالي رمضان، وهذا للحظ على الاجتهاد أو للحث على الاجتهاد في هذا الشهر الفضيل، حتى يكون العبد من هؤلاء العتقاء ويرزق النجاة من النيران والفوز بالجنان. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولكل المستمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وفي الحديث الحث على اغتنام أوقات الفضل والخير بعمل الطاعات والبعد عن المنكرات، وفيه إثبات الجنة والنار، وأنهما الآن موجودتان، وأن لهما أبوابا تفتح وتغلق، وفيه بيان عظمة الخالق جل في علاه وكثرة كرمه وإحسانه على عباده، حيث يحفظ لهم صيامهم ويدفع عنهم أذى المردة من الشياطين. وفقنا الله وإياكم لكل خير وأعاننا على الطاعات، وتقبل ذلك منا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.